أبدا. بشرتك مش عايزة منتجات غالية أو روتين 10 خطوات، بشرتك عايزة انتظام، مية، هدوء، اهتمام. الإهمال بيظهر على بشرتك كبهتان وشحوب وحبوب وسوداد وتعب باين، وكلنا عدينا في فترات شبه دي، سواء كان بضغط شغل أو حالة نفسية أو ظرف معين أو حاجة كانت ضغط علينا مخليانا مش عارفين نهتم بنفسنا فترة كبيرة. ولما تبصي في وشك وتحسيه مش رايق، ده بيكسرك من جوه حتى لو انت مش واخدة بالك. جسمك وشكلك مش مجرد حاجة، دي رسالة ليكي. خليني أقولها لك بوضوح، شكلك مش حاجة سطحية، شكلك ده رسالة، مش رسالة للناس، رسالة لعقلك عنك. لما بتهتمي بنفسك كل الناس بتلاحظ عليك الثقة، بتقعدي ظهرك مفرود وصوتك واضح ونظرتك قوية وحضورك مختلف. ولما بتهملي نفسك بتبقي قاعدة منكمشة وبتعتذري دايما عن زيارات ومناسبات كتير لأنك ما عندكيش ثقة بنفسك بسبب الإهمال الزايد أو فترة الإهمال الزايدة اللي انت مريتي بيها، وبيبقى عندك تردد وخوف من الحكم عليكي. والناس بتاخد انطباع مش علشان انت وحشة، انت اللي بتقولي لهم انت شايفة نفسك ازاي، وبالتالي عقلهم بيترجم الحاجة اللي هم شايفينها. لما يشوفوا قدامهم واحدة مهتمية بنفسها وببشرتها وبلبسها مهندم وكل حاجة فيها مظبوطة، فانت كده بتديلهم اشارة انك انت حد واثق من نفسه، حد عنده حضور، حد ذو قيمة. وعلى العكس تماما، لما يكون بشرتك باهتة وما فيهاش اي اهتمام وقاعدة منكمشة ولبسك مش مهندم، اللي بيحصل ان الناس ما بتهتمش لكلامك، ما بتهتمش لآرائك، ما بتهتمش انها تسألك عن حاجة معينة، لان هم شايفين قدامهم واحدة مش واثقة مش مهتمية بنفسها، فبالتالي هي مش فايدة نفسها، فعمرها ما هتقدر ان هي تفيدهم. وعلشان كده انا عامله لك الفيديو بتاع النهارده مخصوص